السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنذاكر مع بعض في كتاب الماث كي جي 1 الترم الاول. الليسون اللي كنا واقفين عليه كان ليسون from 15 to 17. اول حاجه هناخد نمبر 6 هنا. دي اول حاجه عندي، ازاي اعمل كاونتنج للنمبر 6 وهو بيمثل ايه اصلا. مهم جدا ان انا اخد النمبر باشياء محسوسه الاول، اعدها كده اشوفها وابقى قادر ان انا امسكها، وبعد كده اخد برسومات، وبعد كده ابقى الفينجرز بتاعتي ابقى عارفها عليها كام. 1، بلاش الاسود. 2، 1 2 3 4 5 6. يبقى ده كده عددهم كام؟ 6. يبقى تاني 1 2 3 4 5 6. طيب تعالوا let's count المكعبات اللي معايا. 1 2 3 4 5 6. يبقى دول عددهم كام؟ برضو 6. طيب يلا نشوف نمبر 6 على ايديا. 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عشان اعمل نمبر 6 على ايديا الفينجرز بعمل كده، الايد دي بتبقى كامله الفايف فينجرز طالعين ومعاهم 1 فينجر كمان في الايد التانية. طيب تعالوا نشوف نعمل كاونتنج النمبر 6. لو اداني رسومات بالشكل ده كده وقال لي count 1 2 3 4 5 6. طيب فاكرين لما كنا قلنا ان احنا لازم نعمل النمبرز على الدوتس؟ انا عندي ده اسمه 5 فريم. طيب هنا 1 2 3 4 5، ده الفايف فريم. هو المفروض كل مربع يبقى قد التاني، معلش ان هو طلع مش مظبوط. طيب هنا 1 2 3 4 5. طيب انا نمبر 6 هحطه فين يا ميس؟ تعالوا نفكر كده مع بعض. يا ترى احطه هنا؟ لا مفيش مكان اصلا. طب ينفع احط اتنين مع بعض؟ لا اوعى، كل مربع فيه دوت واحدة بس. طيب هعمل ايه؟ هروح استلف كمان 5 فريم. يبقى هعمل كمان 5 فريم عشان اعرف اقدم نمبر 6، وهحط هنا كده يبقى كده 6. 1 2 3 4 5 6. يبقى انا كده عملت نمبر 6 على ال5 فريم. يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب كمان واحدة 5 فريم مع ال5 فريم اللي انا خلصتها عشان اعمل نمبر 6. طيب لا لو حبيت اعمل ال6 على الدوت كاردز تبقى 1 2 3 4 5 6. يبقى انا كده كمان عملته على الدوت كاردز، يبقى عملته على الفايف فريم والايه والدوت كاردز. طيب هنا بيقول لي فولو. ازاي بقى هكتب نمبر 6 في الكراسة المربعات؟ انا الكراسة بتاعتي بتبقى فيها مربعات بالشكل ده كده. انا النمبر المربع ده اسمه بيت الرقم، ما ينفعش الرقم يطلع بره البيت بتاعه. فلما هاجي اكتبه هعمل ايه؟ هعمل واحد نايم كده وهاف سيركل بالشكل ده. طب يا ميس ينفع اعمله دايرة كده واحط لها واحد كده؟ لا، الكتابة الصح ليها اتجاه معين، هو ان انا هعمل كده وهمشي كده. طب يا ميس ينفع يخرج بره البيت بتاعه؟ لا يا حبايبي. طيب ينفع اعمله دايرة كده بالشقلوب واطلع كده؟ لا، هو الكتابة الصحيحة بتاعته بالاتجاه بتاعه. زي ما انا ما ينفعش امشي ارجع لورا وانا ماشي، يعني ينفع ان انا بدل ما امشي لقدام امشي لورا؟ لا، انا ليا اتجاه للمشي بتاعي. فالنمبرز برضو ليها اتجاه للمشي بتاعها عشان خطي يبقى حلو. هعمل نمبر 6 كده وهنزل بيه عمود، هنزل عمودين لتحت بيها عشان يبقى خطي حلو فيها. طيب هنا بيقول لي follow the dots to write number 6. هو عايزني امشي على الدوتس علشان اوصل اكتب نمبر 6. طيب هنا بيقول لي color 6 items in each row. هتلون 6 بس. 1 ده هلونها، 2 3 4 5 6. يبقى انا هلون لحد هنا. طب ده هلونه؟ لا، ليه؟ لان انا خلاص هو عايز مني كام؟ عايز مني العدد ده بس، يبقى هلون على حسب العدد. 1 2 3 4 5 6. يبقى هلون ده كله. 1 2 خلاص بقى هعد وهلون. التمرين سهل. circle 6 ايس كب كيكس. هو عايزني اعمل circle على 7 كب كيكس. فانا هعمل ايه؟ هعمل عليها circles 1 2 3 4 5 6.
طيب هنا تريس جايب لي النمبرز من 1 ل 6 عشان اكتبهم. بيقول لي سيركل هنا فور باترفلايز، عايزني اعمل سيركل عليهم واحط علامة صح على 5 اطباق من دول، 5 من الشكل ده، وكولر وهلون 6 سيركلز. خلاص. طيب هو طبعا دي اكسرسايزز على الحاجات اللي فاتت عشان تثبت معانا. ماتش يعني وصل، ماتش يعني وصل. هشوف كل فينجر. طبعا احنا عرفنا نمبر 6 على الفينجرز، عرفنا نمبر 1 وعرفنا نمبر 2 3 4 5 6، فهوصل كل فينجر بالدوت بتاعتها، هعد كل واحدة واوصلها بالنمبر بتاعها. count and choose the correct number. هنا برضو ده تمرين سهل تعودنا عليه. هعد 1 2 3 هيطلع 3، فهختار الإجابة الصحيحة. هكمل بقية التمرين. هنا count يعني عد، والكلمة دي مهم جدا ان الولاد يبقوا عارفين معناها. count يعني عد 1 2 3 4 5. هكتب هنا نمبر 5. هعد how many doll هي 1. هكتب هنا نمبر 1. هعد كم واحدة وهكتب رقمها جنبيها. طيب التمرين ده مهم جدا، اسمه complete. هو complete يعني أكمل with a suitable number، أكمل بالرقم المناسب. هنا كلمة more than، فاكرين لما قلنا more than أكبر من بواحد، one more than أكبر بواحد. نقط is one more than 4. مين النمبر اللي أكبر من 4 ب1؟ ها، مين النمبر اللي أكبر ب4 ب1؟ مين؟ هو 5. طيب نقط مين النمبر is more than 1 than 1؟ مين النمبر اللي أكبر ب1 من 1؟ 2. نقط is 1 more than 3. مين النمبر اللي أكبر من 3 ب1؟ 4. هنا العكس، مين النمبر اللي أصغر less than أصغر من بواحد من 2؟ 1. مين النمبر is 1 less than 6؟ ها، مين النمبر اللي أصغر من 6 ب1؟ 5. مين النمبر is 1 less than 5؟ مين اللي أصغر من 5 ب1؟ 4. هو هنا في حاجة أنا يعني الأطفال اللي بيبقوا أكبر من كده أنا بقولها لهم. هنا بيجي الرقم الكبير في more than، الرقم الكبير بيجي هنا وأصغر منه بواحد بيجي هنا، يعني قبل كلمة more than هيجي النمبر الكبير اللي هو 5، وهنا 4 أصغر بواحد. إنما less than عكسها، لأن ساعات هو بس يعني مش في كي جي 1، في مراحل بعد كده هتجيلي النقط هنا، فلما تجيلي النقط هنا وكاتب لي هنا نمبر 5 is 1 more than ايه، هيبقى 4. طيب هي دي كبيره شويه، يعني انا كنت عامله لها فيديو قبل كده تقدروا ترجعوا له، مش هكمل شرحها دلوقتي لان هي مش خاصه بكي جي 1. طيب draw according to the given number. هنا بيقول لي ارسم بناء على الرقم اللي هو مديهولك. عايز 4 flowers، يبقى هرسم. التمرين ده مهم لانه بيعرف الولاد مدلول النمبر. هنا هرسم 4 flowers، وهنا هرسم على كل واحدة على حسب العدد اللي هو مديهوني. طيب بعد كده بقى تمرين مهم جدا بيقولي sorting by shapes. انا عندي حاجة اسمها sort by shape وsort by color وsort by size. هنا sort by shape انا عايز ارتب او اظبط الحاجة بناء على الشيب بتاعها، يعني السكويرز مع بعض، الترينجلز مع بعض، السيركلز مع بعض، الريكتانجلز مع بعض. circles object having the same shape. عندي هنا بيقول لي ايه؟ same shape يعني نفس الشيب، نفس الشكل. فانا هبدأ اعمل circle على كل مجموعة واخدة نفس الشيب بتاعها، يعني circle كبيرة على السيركلز دي، وسيركل كبيرة على السكويرز، وسيركل كبيرة على الترينجل. use stickers to sort by shape. هو المفروض ان انا هرجع للكتاب من ورا وهبدأ احط الشيبس. دي صفحة 56 اهي. بصوا كده معايا الصفحة اهي، هو جايب لي سكوير وتراينجل وسيركل، وهو عايز لي يعمل اعمل سورت باي شيب. فانا هاخد ديت احطها في مربع لوحدها، ودولت في مربع لوحدهم، ودول في مربع لوحدهم. طيب هنا بيقول لي بقى sorting by color. خلي بالي بقى، هو هنا بيقول لي by color،
فلقيت عندي سكوير وسيركل وتراينجل كده، صح يا ميس؟ صح. ليه؟ لانه بيقول لي باي كولر، هو عايز بالكولر مش عايز بالشيب. فانا هاخد كل مجموعه بالكولر بتاعها اللي شبه بعض، السيم كولر، نفس الكولر، واحطها مع بعض في مربع واحد. بصوا ده اللون اليلو، ده اللون الريد. خلي بالنا ان الشيبس مختلفه بس the same color، احنا عايزين same color. circle the object the objects have the same color. هو بيقول لي هنا ايه؟ same color. طيب يبقى هعمل الاتنين دول مع بعض كده، ده same color. هعمل التلاتة دول مع بعض، ده same color. خلي بالنا دول two squares، وده سكوير وسيركل وسيركل. طيب هنا سكوير وسكوير وترينجل وترينجل، هعمل عليهم سيركل لان هما سيم كولر، وهنا سيم كولر برضو هعمل عليهم سيركل. circle the picture that has different color. بيقول لي ايه؟ different color. different يعني مختلف، same متشابه، different مختلف. same اللي شبه بعض، different اللي مش شبه بعض. هنا فين different اللي هو اللون ده مختلف. طيب يبقى هنا كله بلو ما عدا دي بينك، فهعمل عليها سيركل. هنا السمكة اللي لونها مختلف هي دي. هنا الكرة اللي لونها مختلف او الدايرة هي دي. خلاص. طيب هنا circle the object having the same shape. يبقى خلي بالنا هو بيقول لي ايه؟ same shape نفس الشكل، same shape نفس الشكل. فانا عايزه الشيب، ماليش دعوه بالكلر، فانا هعمل على كل السكويرز دي سيركل. طيب السيركلز هعمل على السيركلز كلها حتى لو لونها مختلف عشان هو عايز سيم شيب. طب التراينجل هنا في الوان مختلفه بس سيم شيب. طيب circles objects having the same color. same ايه؟ color. طيب يبقى هشوف الكالر، التو سكويرز دول مع بعض والتلاتة دول مع بعض هما سكوير وسيركل عادي. عادي عشان هما نفس الكالر، نفس اللون. هنا هعمل سيركل على كل ده عشان ده سيم كالر، وهنا على كل الاصفر هعمل سيركل. طيب هنا color بيقولك all greens، all السكويرز بالجرين، الريكتانجل باليلو، السيركل بالريد، التراينجل بلو. اوكي. match according to the color and shape. على حاجتين، الكالر والشيب. طيب هو هنا التراينجل اهو لونه ايه؟ اهو. طيب في هنا تراينجل تاني اهو لونه ايه؟ لونه ريد. السيركل في واحدة اهي وواحدة اهي، واحدة ريد وواحدة ايه؟ يلو. السكوير في يلو وفي بلو، يبقى هوصل هنا بالبلو وباليلو. اوكي. color the picture. هلون طبعا بناء على اللون اللي هو مديني كل شيب باللون بتاعه، بس هو هنا بيقول لي let's count. فهعد بقى كام مثلث، كام تراينجل وكام سكوير. هكتب هنا عدد المثلثات قد ايه، هعدها كلها اللي هنا، وهعد السكويرز اللي هنا كلها، وهعد السيركلز اللي هنا كلها وهكتب عددها. وطبعا نخلي بالنا ان العيون دي كمان سيركلز والدايره دي كمان سيركل. طيب احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.